الرئيس الجزائري وصف زيارة ليو ال14 بالتاريخية والفريدة لكونها أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى الجزائر منذ استقلالها، مؤكدا أن القديس أوغسطين أحد أعظم أعلام الفكر الإنساني في تاريخ البشرية. إن وجود قداستكم بيننا اليوم لا يمثل حدثا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومرامي، فزيارتكم هذه أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى بلادنا منذ استقلالنا، وهو ما يضفي عليها طابعا فريدا ويجعلها تختزل في فحواها ما نتشاركه من طموحات ونتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد. فمرحبا بكم قداسة البابا في هذه الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغسطين. هذه الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغسطين أبوكم الروحي وأحد أعظم أعلام الفكر الإنساني في تاريخ البشرية. إنه أصيل تاغست سوغهراس حاليا وأسقف هيبون عنابة اليوم حاليا، وإنه ابن هذه الأرض التي حرص كل الحرص أن تكون له لحدا أوليا بعد أن كانت له مهدا أصيلا.